ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في فيديو النهارده هنتكلم عن واحده من اكتر الالعاب المحببه الى قلبي، واللي هي بروتوتايب. ولو ما تعرفش ايه هي لعبه بروتوتايب، فاللعبه دي هي لعبه اكشن عالم مفتوح وصدرت في 2009. ده غير ان اللعبه دي نزلت على البي سي والبلاي ستيشن والاكس بوكس. والحلو في اللعبه دي انها اخدت صيت كبير قوي وسط ما كانت نازله في سنه يعني كان فيها العاب بالهبل. واللعبه دي نزل منها جزئين والجزء الثالث شغالين عليه دلوقتي، لكن احنا في الفيديو ده هنتكلم عن الجزء الاول واللي هنحكي فيه بدايه القصه الاساسيه للسلسله كلها. بس قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي ويلا بينا. A terrorist. I'm all of these things. بس قبل ما نبدأ في شوية حاجات لازم تعرفوها هتساعدنا في القصة قدام، واللي هي توارث الذكريات، واللي فعلا في علماء في الحقيقة اثبتوا ان ده موجود. والموضوع ده عشان تفهمه باختصار ان انت لو جبت مجموعة معينة وخليتهم يخافوا من الحاجة، فالجيل اللي بعده هيتولد بان هو خايف من الحاجة دي اساسا. واللي كان فيها العاب كتير بتعتمد على الموضوع ده، اشهرهم اساسن كريد، واللي كان فيها بطل القصة الاساسي بيحاول يرجع ذكريات اجداده عشان يعرف ماضيهم. وهو ده كل اللي كنت محتاج تعرفه قبل ما نبدأ القصة. القصة بتبدأ مع عالم اسمه ريموند ماكميلون، واللي بيكون عالم في الهندسة الوراثية، وقرر يفتح شركة أبحاث وسماها جينتك. وبدأ يعمل أبحاث عن حاجة اسمها جانك دي ان ايه، وده باختصار عبارة عن دي ان ايه ملوش لازمة أو يعني ملوش مهمة معينة في الجسم. والدكتور ده قرر يلعب في الدي ان ايه ده علشان يكون ليه فايدة ويغير في جينات البشر العادية، على أمل إنها تدي البشر قوة أكتر، متانة أعلى، وحماية ضد الأمراض. ولكن زي ما احنا عارفين إن التجارب دي كانت بتبقى غير قانونية وغير آدمية في نفس الوقت. وبسبب التجارب دي طبعا في ناس كتيرة طماعة كانت عاجباهم الفكرة دي. وواحدة من المنظمات اللي كانت عاجباهم الفكرة دي منظمة اسمها بلاك ووتش، وهم دول بيكونوا الاشرار الاساسيين بتوع القصه، واللي بيكونوا مجموعه من الجيش لكن ما لهمش علاقه بالحكومه اصلا، وبيتمولوا من امريكا ذات نفسها، واللي بيكون هدفها انها تمنع اي سلاح نووي او بيولوجي يهدد المدينه بتاعتهم. علشان كده الشركه لما بتعرف كده بتعرض على الدكتور ان هم يمولوا له مشروعه، علشان كمان طبعا يجيبوا له ناس يعمل عليهم التجارب بتاعته. وفعلا كانوا بيجيبوا له ناس، واللي يا اما ناس بتموت اول ما بتتحقن، يا اما اللي ما بيموتش بيتحول لوحش وبيقتلوا برضه. وفي وسط كل الناس اللي كانوا بيختاروهم دول وقع حظهم على واحد اسمه أليكس ميرسر، واللي هو بطل قصتنا. واللعبه بتبتدي مع أليكس وهو مربوط في كرسي ومغمى عليه، ومعاه مجموعه من العلماء. هما مش مجموعه قوي، هما اتنين الحقيقه. وسطهم هما رابطينه وبيكملوا عليه التجارب بتاعتهم. أليكس ميرسر بيفتح عينه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبيصحى يلطش فيهم هما الاتنين، وبيهرب من المكان مش فاكر هو مين ولا احنا فين ولا انتوا ايه. ولكنه هو بيهرب بيقابل مجموعه من الجيش ده وبيضربوا بالنار، وجيس وات الطلق ما بيأثرش فيه، وبيصحى يديهم اللي فيه النصيب وبياخد بعضه وبيمشي. ده غير ان هو كمان بيكتشف ان هو لو لمس اي حد بيشوف ذكرياته ممكن ياخد كمان شكله، علشان أليكس بعد فتره من احداث اللعبه يكتشف اخيرا هو مين. واللي بنعرف ان هو كان عالم اصلا شغال في شركه جين تك، واللي كان شغال معاهم على فيروس اسمه بلاك لايت. والفيروس ده كان سبب ان سكان المدينه كلهم يتحولوا لوحوش. المهم أليكس بيعرف ان الشركه ناويه تقتله بعد ما يخلص شغل على الفيروس، والحزن الحظ ان الفيروس بيندمج في جسمه قبل ما يقتلوه، وده كان السبب في انه يبقى عنده كل القدرات دي. ودلوقتي انت كأليكس ممكن تمتص اي شخص وتاخد شكله وصوته وذكرياته، وهي دي الميكانيكس الاساسيه للعبه. وأليكس على مدار اللعبه بيحاول ينتقم من كل اللي اذوه، سواء جين تك او العالم. المهم أليكس بيبدا يتقرب من الناس اللي اشتغل معاهم زمان في جين تك، وده عشان يعرف حاجات اكتر عن ماضيه وهو مين وازاي يقرب من جين تك. واهم شخصيتين هما دكتور راجمان وكارين بارك. واللي خلينا نبدا بدكتور راجمان. وراجمان ده كان واحد من العلماء المسؤولين عن تطوير الفيروس، واللي أليكس بيفهم منه ان الفيروس ده اتصرف في المدينه وبدا يدمر فيها. واللي بيبدا يحول الناس لكائنات مشوهه متقسمه لثلاث فئات، واللي بيكون اسمهم انفكتد وهايدرس وهانترز. والانفكتد بتكون اضعف شويه من الهايدرس والهانترز. والهايدرس دول بيكونوا وحوش ضخمه وقويه، على عكس الهانترز اللي بتكون مرنه وسريعه. ولكن الاثنين بتقدر تهزمهم لو طورت القدرات بتاعت أليكس. وتاني شخصيه مهمه عندنا واللي هي كارين بارك، واللي بنعرف انها كانت حبيبه أليكس القديمه، ده غير انها كانت المساعده بتاعته في الشركه، واللي المفروض ان دي بتساعدك ان انت تجيب معلومات عن الشركه طول القصه. وفي الفتره دي نيويورك بتتحول لساحه حرب فيها ثلاث قوات اساسيين، واللي هم الانفكتد او المصابين وجيش بلاك ووتش وانت. وعلى مدار اللعبه بقى بتبدا تكتشف حاجات اكتر وتقرب من الحقيقه، وده عن طريق ان انت تمتص ذكريات الناس اللي شغالين في شركه جيناتيك. ومع كل واحد بتمتص ذكرياته بتبدا تربط الخيوط ببعض عشان تكتشف المصيبه. والآن مع المفاجأة الكبرى.
واللي بتكتشف ان كارين حبيبتك اللي بتساعدك من اول القصه طلعت بتخونك، وبتطلع انها مبعوثه من شركه جينتك اصلا علشان تعرف نقطه ضعفك، وفعلا بتقدر تعمل كده. لا وكمان بتسلمك للشركه. يعني للامانه ما شفتش بني ادم بالوطيان ده في حياتي. المهم الشركه فعلا بتعرف توصل لاليكس وتقبض عليه، ولكن اليكس بيعرف ياخد بعضه ويخلع من المكان، وبيقرر ساعتها انه يوقف كل اللي بيحصل ده بنفسه. وهنا بيعرف مين اللي ورا كل الكارثه اللي حصلت في المدينه دي، واللي بتكون كائن اسمه اليزابيث، واللي بيعرف انها كانت اول واحده تتحقن بالفيروس، واللي اتصابت بيه في سنه 1969. والعلماء وقتها حاولوا دراسه حالتها بدل ما يقتلوها، واللي اكتشفوا ساعتها انها مش مصابه بس، لا دي بقت حاضنه للفيروس. وعلشان تفهم الكلمه دي، فالفيروس يعني باختصار لقى ان جسمها مكان مناسب انه يبقى فيه. وبنعرف انها كانت محبوسه جوه مانهاتن في منشاه سريه، ولكنها خرجت عن السيطره. وجودها في المدينه كان هو السبب الاساسي في انتشار الفيروس، علشان بعد ما اليكس يلاقيها بتتحول لشكلها الاصلي كوحش، علشان يبدا اليكس في معركه معاها، واللي بتعتبر واحده من اعظم البوس فايتس في تاريخ الالعاب. البوس فايت ده حرفيا كان فيه كل حاجه ممكن تتخيلها، سواء بقى كان في الصعوبه او جمدان الجيم بلاي او تنوع الحركات بتاعه الوحش، كل حاجه. واليكس طبعا بيقدر يهزم اليزابيث بعد معركه كانت صعبه جدا، ولكن منظمه بلاك ويتش ما بتسيبوش في حاله، وبتقرر تفجر المدينه كلها بقنبله نوويه. ولكن اليكس بياخد القنبله وبينفجر بيها في المحيط بعيد. وهنا كله وانا وانت فكرنا مات. ولكن في اخر كاتسين في اللعبه بنشوف اليكس واقف فوق مبنى طويل وبيبص على نيويورك، وهي دي قصه بروتوتايب 1. واللعبه دي لو لسه انت ما جربتهاش فانصحك ان انت تجربها دلوقتي، لان في اخبار انهم شغالين على الجزء الثالث، فاظن ان ده وقت مناسب ان انت تلعب الجزئين اللي قبليهم. ولو عايزيني احكي لكم قصه الجزء الثاني وكمان في كوميكس ليها لو عايزين نحكي لهم، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وبس ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لي عاوزين ايه تحت في الكومنتات الفيديو الجاي، وتعملوا لي فولو على الانستجرام. والسلام.